استعرضت النجمة ياسمين عبد العزيز رشاقتها خلال مشاركتها في فعالية خاصة، وهي لفتت الأنظار بأناقتها البسيطة وبحركاتها العفوية. وتواجدت ياسمين عبد العزيز في إحدى القاعات وقد تألقت بطقم كلاسيك، وجاءت بعض تعليقات الجمهور كلها إيجابية وجميلة. ومن جهة أخرى بيعمل المخرج محمد الخبيري على التحضيرات النهائية لمسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، وبيشاركها في البطولة الفنان كريم فهمي والفنان خالد سليم وأنوشكا ونيكول سابا وصلاح عبد الله وحنان سليمان ورشوان توفيق ومحمود ياسين حفيد الراحل محمود ياسين وبدرية طلبة وإيمان السيد وعدد كبير آخر من الفنانين. سيتم الإعلان عن أسمائهم الفترة المقبلة، وسيعرض هذا المسلسل في موسم رمضان المقبل، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين ابن الراحل محمود ياسين، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأيام القادمة. فيشهد مسلسل وتقابل حبيب عودة تعاون ياسمين عبد العزيز مع كريم فهمي بعد ما قدموا سوا مسلسل ونحب تاني ليه في رمضان 2020، وحقق المسلسل وقتها نجاح لافت. كما يسجل وتقابل حبيب كذلك لقاء ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا بعد 18 سنة من تعاونهم في فيلم تمن دستة أشرار، اللي قام ببطولته الفنان محمد رجب وياسمين عبد العزيز والراحل خالد صالح ونيكول سابا. وبتغير ياسمين عبد العزيز جلدها في مسلسل وتقابل حبيب بتقديم الدراما الرومانسية الاجتماعية، وذلك بعد ما حققت ياسمين عبد العزيز نجاح لافت في الأدوار الشعبية اللي ظهرت بيها في الأعوام الأخيرة، وتحديدا في مسلسل اللي ملوش كبير في رمضان 2021 وضرب نار في رمضان 2023، وقدمتهم بمشاركة وقتها كان زوجها الفنان أحمد العوضي قبل انفصالهم. وبتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضي، حيث قدمت آخر أعمالها هو مسلسل ضرب نار اللي تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي 2023.